لو رجع بيك الزمن تحب تعمل ايه؟ سؤال اتسألته في أحد كورساتي بعد ما خلصت. لقيت دكتور بيسألني: غزال، لو رجع بيك الزمن تحب تعمل ايه؟ الحقيقة سؤال عجبني قوي، واللي عجبني أكتر الإجابة بتاعته. الإجابة طلعت والله تلقائية خالص، مش محضر لها حاجة ولا في دماغي، بس عجبتني الإجابة، فحابين نتكلم مع بعض شوية كده. طيب، الإجابة بتاعتي بكل بساطة كانت: هعمل نفس اللي عملته تاني. لو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي عملته، لان مش حاسس ان انا قصرت في حاجه. حاسس ان انا الحمد لله تعبت في الفتره دي، اشتغلت على نفسي، اتعلمت كتير، استفدت منها كتير قوي. فلو رجع بيا الزمن مفيش جديد هعمله، نفس الحاجه اللي عملتها هعملها تاني. طيب، امتى بقى الاجابه دي تزعلك، او ان انت تقول حاجه تزعل عليها بعد كده في الاخر؟ لو اجابتك اي اجابه غير الاجابه اللي انا قلتها، فحقك تزعل، تزعل قوي كمان. طيب، انت ليه اصلا تسأل سؤال زي ده؟ يعني خلينا نتفق كده، انت سنك في الفترة دي في الحياة الجامعية او ما بعد الحياة الجامعية، خلينا نقول مثلا من 19 23 24 25 سنة. انت 25 سنة ليه تسأل نفسك لو رجع بيا الزمن؟ انت فين اصلا من الزمن؟ انت لسه في بداية مشوارك، انت لسه بتقول يا هادي، لسه بتسمي الله، لسه في بداية حياتك اصلا، عشان ان انت يعني مش حاجة كويسة انك انت تفتكر سؤال زي ده. اجابته لو حاجه غير اللي انا قلتها، او ان هي حاجه لو رجع بيا الزمن كنت عملت كذا وكذا وكذا، فانت ماشي غلط. فانت طريقك كله مش يعني محتاج تراجع نفسك فيه. لسه في بدايه مشوارك، فما تعيش حياتك غلط، او ما تعديش الفتره دي بطريقه مش كويسه ترجع تندم عليها بعد كده في الاخر، او تقول يا ريتني لو كان لو رجع بيا الزمن شويه كنت عملت كذا وكذا. ما ينفعش تقول لو رجع بيا الزمن. انت فيها دلوقتي، ايه معطلك؟ ايه موقفك في مكانك؟ اشتغل على نفسك، اتعلم، اتعب. صدقني هتتعب دلوقتي، هترتاح بعدين. مش مطلوب منك غير انك تسعى وتجتهد وتعمل اللي عليك، مش مطلوب منك اكتر من كده. بس بلاش ان انت تيجي بعد فترة تفتكر الفترة دي فتقول يعني يا ريتني لو كنت عملت. سلام عليكم.